وضعت القمة نصب أعينها وجعلت من التحدي عنوانا لمسيرتها لتحقيق التطور والنماء للأمم في مختلف أرجاء المعمورة. في دبي وفي قلب هذه الإمارة الضاجة بالحياة تتبدى ملامح إحدى المؤسسات الوليدة، وهي شركة HTH، والتي تعتبر إحدى أذرع شركة دنميت انترناشونال وثريا جروب. هبة سلمان مهندسة سودانية مقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، استطاعت بفضل مجهوداتها في مجال الإنشاءات بأن تكتب قصة نجاحها وتفوقها، وذلك بإشرافها على أضخم المشاريع الإنشائية في السودان ودولة الإمارات، ولعل أبرزها المشروع الأضخم في الإمارات دبي مول، حيث شغلت منصب مدير المشروع. هبة سلمان السيد هي واحدة من السودانيات المقيمات في إمارة دبي، عندها قصة نجاح في مجال الإنشاءات وفي مجال العمارة. نحن مع بعض حنتعرف على تجربة هبة سلمان السيد. أهلا ومرحبا بكم. كيف الأخبار؟ الله يخليك. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. تمام. الله يخليكم. كيف حالكم؟ تمام. الله يخليك. إن شاء الله. السلام عليكم. مرحبا بكم من جديد مشاهدي قناة النيل الأزرق. نحن ما زلنا متواصلين معكم داخل منزل الباشمهندسة هبة سلمان السيد. في المساحة دي نحن حابين نتعرف أكثر على مجال الدراسة والخبرات اللي تلقتها الباشمهندسة. يا ريت لو كلمتينا. مرحبا بكم مرة ثانية. فالدراسة طبعا المدرسية كانت في سيستر سكول، ثم ذهبت إلى بريطانيا، درست في جامعة ريدينج يونيفرسيتي، وعملت ديجري بكالوريوس زي جوينت بكالوريوس في الكونستراكشن بروجكت مانجمنت، اللي هي إدارة المشاريع الهندسية. وريدينج كانت بتشتهر بأنه هي من أميز الديبارتمنتس في أوروبا في دراسة هندسة المشاريع. فأخذت البكالوريوس بتاعي ومشيت السودان، ده كان قبل الزواج. فالتحقت بالدائرة الاستشارية وعملت مع شباب ممتازين جدا، والله في الوقت ده كانوا شباب حسب ما عارفة يعني من 15 سنة، يعني المهندس عبد الله عباس أنا بحييهم من هنا، وعادل عثمان وهاشم فضل. فاشتغلت معهم مشاريع يعني كانت واحة الخرطوم والرينوفيشن بتاع هيلتون بورسودان، ومحطة السكة حديد بتاعت بحري، وبتذكر كان السلاح الطبي برضو. فبديت معاهم وانشأت لهم قسم الكميات والمواصفات. فيعني الحمد لله الواحد برضو أخذ منه خبرة كويسة. وثم جيت إلى دولة الإمارات، فاشتغلت برضو في أبو ظبي، إمارة أبو ظبي، في عدة مشاريع هندسية، أبراج وجزر أنشأوا فيها بعض المنتديات الثقافية. طبعا في دبي التحقت بشركة إعمار، وهي طبعا يعني شركة يعني معروفة من أميز الشركات العقارية، اللي هي تقريبا غيرت، بيسموها عملت فيس ليفت لدبي، غيرت وجه دبي العام، وقدمت مشاريع حيوية يعني يشار لها بالبنان. فأنا في إعمار طوالي اختاروني كبروجكت مانجر لدبي مول، وهو كان بالنسبة لي تحدي شديد جدا، إنه يعني ده مشروع كبير ومن أكبر المولات في العالم، ويعني فكنت في حالة أخذ وعطا، يعني هل أنا بقدر تواجيف حاجة زي دي؟ يعني بالتأكيد هو كان تحدي بالنسبة لك، مش كده؟ والله كان تحدي كبير جدا، لكن الحمد لله يعني أشكر الله أول حاجة، وأشكر المهندس أبو بكر سيد أحمد، هو مهندس برضو سوداني من أميز المهندسين أنا يعني مروا علي في حياتي، فبوجه له التحية من هنا.
فالحمد لله ساندني ويعني اداني كل الدعم لانه هو ذاته في برضه في اعمار برضه. ف بعون الله الحمد لله المشروع انتهى وعلى خير، ومن انجح المشاريع هسه الموجوده يعني. طيب وصف للمشاهدين، يعني انت وظيفتك كانت مدير مشروع، يعني شنو يعني وصف للمشاهدين؟ طيب مدير المشروع هو اللي بيقود اي مشروع لبر الامان. بعد المشروع الضخم دبي مول والنجاحات الكبيرة اللي انت حققتيها فيه، اكتسبتي ثقة في نفسك واتجهتي لجانب آخر، برضو تحقيق شراكات برضو مع بعض الجهات، مش كده؟ بعد دبي مول قررت انه يعني ما ممكن انا استفيد من اي مشروع تاني ولا من اشتغل في شركة تاني، لانه خلاص يعني مسخ لي باقي المشاريع بصراحة. فقررت انه انشئ شركتي الخاصة اللي هي فرع من شركة زوجي برضو، لكن عملت شراكة مع واحدة إماراتية وهي الأخت سوريا العوضي، وهي برضو سيدة يعني سيدة أعمال ناجحة ومن أسرة معروفة في مجال العقارات هنا في دبي. يعني أسرتها دي من أول الأسر اللي هو بدوا التطوير العقاري هنا في دبي، قبل ناس إعمار وناس نخيل وناس كلهم يعني. فهي جاية من باك جراوند كده كله مباني وإنشاءات ويعني فقلنا إن نحن إذا اجتمعنا مع بعض وكونا شركة كل واحد حيستفيد من الثاني. يعني أنا في مجال خبرتي وهي في مجال يعني برضو خبرتها ومركزها والكباسيتي بتاعتها هنا في دبي. فالفكرة شنو يعني من التعاون بيناتنا ده، إنه هي ذات عندها فكرة إنها تطلع تشتغل في الأسواق الأفريقية. وإن شاء الله برضو مفكرين نزور السودان قريب، والله يوفقنا إن شاء الله في كمان حنشوف ونتجول في المشروع ده عن قرب. خليكم معنا. أسرة النيل الأزرق في بيتنا في دبي، أسرة نزار إبراهيم عمر اللي مكونة من المدام الباشمهندسة هبة سلمان السيد وابن الكبير أحمد نزار وتينا نزار ومحمد نزار. ونتمنى لكم إن شاء الله إقامة طيبة بين ظهرانينا، وننتهز هذه الفرصة لنهنئكم والشعب السوداني بحلول عيد الاستقلال 56 للسودان، ونتمنى له العافية والصحة والرخاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. حقيقة لعل المناسبة الطيبة والكريمة هي لحرمنا المصون هبة سلمان الباشمهندسة هبة، ونحن كأسرة يعني وقفنا معه ونشهد على نجاحاته في مجال العمل الهندسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ما في شك أي عمل بيكون على حساب عمل آخر، ولكن بالتنسيق والتعاون بين أفراد الأسرة تستطيع الأسرة أن تدعم بعضها البعض وأن تنجح في مجالها. لأنه أفتكر أنه المرأة بقدر ما يعطاها في البيت لديها فرص أخرى أن تعطي للمجتمع أطلارج وبصورة أكبر، ولكن بالتعاون والتنسيق بين أفراد الأسرة تستطيع أن تنجح في عملها وأن توفي أيضا التزامات الموجودة في البيت. أنا ولد مامي الكبير، وخلاص يعني كل سنة قراية بتصعب، لكن هي دائما بتخلي لي وقت، يعني بتجي بتشوفني أنا بعمل في شنو،
والقراية بتاعتي كيف كل حد ماشي كويس. يعني هي منسقة بين العمل وبين البيت، ما عندنا مشكلة الحمد لله. نتمنى لها التوفيق الأكثر طبعا. السلام عليكم، أنا اسمي تينا نزار وعمري 12 سنة وفي السنة 7 وأنا في مدرسة ويلينغتون. رأيك شنو يا تينا في المشاريع أو النجاحات اللي بتحققها ماما يعني؟ أول شيء أنا بهني ماما في كل مشاريعها، ويعني أنا فخورة بماما. أي كل مرة أمشي مثلا زي دبي مول أو المباني اللي هي بتشتغل فيها بفتخر بها وبتذكرها كل مرة. ماما الحاجات اللي بتعملها كويسة، تمام، حلوة. كل مرة أمشي دبي مول لأن بحب دبي مول وبعرف هي عملته عشان هي project manager. والحمد لله يعني الله اداني أسرة جميلة جدا، واتمنى لها دوام التوفيق، واداني راجل سبورتيف جدا، ويعني وقف معاي في دراستي وفي قرايتي وفي شغلي، ويعني ما قصر الحمد لله. واداني أولاد برضو متفهمين، فأنا في نفس الوقت اللي كنت شغالة فيه وبرضو كنت بعمل في ماجستير في إنجلترا، ففي حالة سفر دايم وفي حالة شغل دايم، والحمد لله هم ناجحين وموفقين، والله يزيدون إن شاء الله، يوفقوني ويفرحني بهم إن شاء الله. طيب باشمهندس هبة، بعد الشراكة الناجحة ما بينك وما بين السيدة ثريا العوضي، انتم ناويين الدخول إلى السوق الإفريقي، يعني شنو هي أبرز المشروعات اللي انتم ناويين تحققوها في إفريقيا؟ والله طبعا أفريقيا حسا من بعد الصدمة الاقتصادية اللي حصلت في العالم فبقت جاذبة لكل الاستثمارات، فمفكرين يعني نعمل في كل المجالات، في مجال الطرق، في مجال الإنشاءات، المباني، الأبراج، المنشآت السكنية، السكن الشعبي، الفلل، القصور، في كل المجالات، يعني إنشاء المولات، إنشاء المدارس، إنشاء المستشفيات، في كل المجالات إن شاء الله يعني. طيب ما حاسين إنه الموضوع ده فيه مخاطرة شوية؟ والله ما هو من غير مخاطرة ما في نجاح يعني، فأنت تدخل 50-50 وتتوكل على الله. متوقعين تحقيق نجاحات في أفريقيا؟ والله متوقعين، ويعني أنا كمان يعني الحمد لله من زوجي لقيت الدعم، لأنه هو اوريدي في أفريقيا في الأسواق الأفريقية، فإن شاء الله بيمهد لنا الطريق يعني. طيب إن شاء الله. باشمهندسة هبة، نحن حنمشي بالكاميرا ونتعرف على شريكتك السيدة ثريا العوضي ودور هذه الشراكة في تعميق العلاقة ما بين السودان والإمارات. خليكم معنا. ولأن المستحيل لا يعرف طريقا لأصحاب الهمة العالية، اختارت المهندسة هبة الدخول في تجربة جديدة تضاف إلى تجاربها السابقة، فكان الالتقاء بالأستاذة ثريا العوضي صاحبة الخبرة الطويلة والناصعة في مجال الإنشاءات. أولا أنا أشكركم يعني على أنه أعطيتوني الفرصة انه احضر هذا البرنامج معاكم يعني واقدم هذا الشيء. يعني طبعا انا احب انا اعرف عن نفسي، ثريا عبد الله قنبر العوضي من دولة الامارات، انا من سيدات اعمال دبي. درست في امريكا وام ما شاء الله ل7 اولاد، عندي 5 بنات وولدين ما شاء الله. طبعا افتخر انه بنتي الكبيرة ايضا عضوة في المجلس الوطني ونائبة مؤسسة دبي للاعلام، وأيضا هي أول امرأة يعني طلعت بقناة مميز في دولة الإمارات اللي هي 1 TV. فطبعا أنا أفتخر بهالشيء.
في الواقع أنا أتكلم عن الخلفية مالتي. أنا طبعا شركة الوالد، نحن الوالد يعني الله يرحمه ونروح بالجنة، يعني هو من كبار رجال الأعمال في دبي، كان من شركتنا نحن من 60 سنة يعني في العقارات وفي الأشغال الثانية أيضا عندنا في شغل الديكور وغير يعني. طبعا الوالد الله يرحمه أيضا كان من كبار رجال الأعمال اللي ذاك الأيام يعني قبل 50 سنة كان أول تاجر عمل قسم تبرعي في مستشفى المكتوم اللي هو أول مستشفى حكومي في دبي، طبعا أول مستشفى في دبي. طبعا نحن كنا نتكلم على أساس أنه بالنسبة للسودان، فطبعا نحن عندنا علاقة جيدة مع السودان. نحن أول رئيس بلدية دبي كان أستاذ كمال حمزة، وكان جدا يعني صاحب مع الوالد، وعندنا ما شاء الله أستاذ التيجاني كان دائرة الأراضي، رئيس دائرة الأراضي. فدائما يعني عندنا علاقات جدا حسنة مع السودان والسودانيين، وإن شاء الله نتمنى دائما يعني يكون على تواصل جيد. وأيضا في الماضي يعني زوجي أيضا حضر، كان اللي من الناس اللي أسسوا شركة البترول السودانية، فالحمد لله يعني في الواقع يعني أنا أتشرف بمعرفة من كم من سنة نحن تعرفنا على بعض مع المهندسة هبة، وطبعا هي كان عندها الأفكار إنه إن شاء الله نسوي جوين فينتشر في السودان وفي أفريقيا ككل يعني. وطبعا هاي الفكرة جدا أنا تشجعت لهاي الفكرة، والحمد لله عندنا الكاباسيتي والكيبابيليتي يعني الإمكانيات إنه يعني ندخل بشراكة بهذا الشيء يعني بالشغل يعني من جميع النواحي، في البناء، في العقارات، في أيضا حتى في إذا الناس في أفريقيا أو في السودان يعني حابين يسوون استثمارات في دولة الإمارات، في إمارة دبي أو أي إمارة من دولة الإمارات يعني. فطبعا نحن أنا وشراكتي مع المهندسة هبة يعني ممكن أيضا نساعد يعني الطرف الأفريقي أو السوداني اللي حابين يستثمرون في دولة الإمارات يعني. نعم، كيف وجدت التعامل مع باشمهندسة هبة؟ في الواقع يعني نحن صرنا بارتنرز، يعني صرنا 50-50 بارتنرز، وإن شاء الله يعني نقدر يعني نشتغل، لأنه أنا دائما أؤمن بأنه إذا في تفاهم وفي يعني مثلا understanding مثل ما يقولون يعني بين الشخصين يعني، فالحمد لله نحن من كم من سنة لما تعرفنا على بعض صار بيناتنا جدا يعني تفاهم، وصار الأفكار وهي جابت لي الأفكار إنه يعني إن شاء الله في السودان وفي أفريقيا يعني في يعني هذا العقارات والبناء وغير يعني. فأنا وايد تشجعت، وإن شاء الله يعني هاي يكون بادرة خير يعني، ودائما المرأة إذا قالت شيء يعني توفي بكلامها فإن شاء الله يعني يكون بيناتنا تعاون، هذا اللي أنا أتمناه يعني. في الواقع يعني أنا أتمنى طبعا نحن بنبدأ في المستقبل القريب إن شاء الله، وأتمنى إنه يعني هذا ياخذ للسنين والسنين ونتم على المدى البعيد يعني. نحن نبدأ إن شاء الله الشغل في السودان، وإن شاء الله ويعجبهم شغلنا وشي، وبعدين ممكن أيضا في بلدان ثانية في أفريقيا كمان إن شاء الله ناخذ بروجكتات يعني، ناخذ مشاريع. دائما كلمة التجارة في اللغة العربية حرف الجاء يعني نحن نعرف إنه هي يعتبر الجرأة، فمعناته نحن أكيد هو بيكون طبعا، لأنه أيضا السودان يعني الواحد اللي عايش في دولة الإمارات يعني عنده أشياء ترفيهية وهالأشياء أكثر، بس إن شاء الله يعني لخدمة بلد السودان نحن إن شاء الله مستعدين يعني يكون تعاون بين يعني يكون عندنا تيم في دبي نسوي التخطيطات والرسومات وكذي، وبعدين نتحول على التيم اللي في السودان عشان ينفذون المشروع يعني. نحن سعدنا بلقائك على شاشة قناة النيل. والله شكرا جزيلا يعني، وشكرا على هذا اللقاء، وأن نتمنى إن شاء الله يعني يطلع يعني شيء جدا يعني ناجح. وإن شاء الله دائما أنا أؤمن بأنه المرأة هي نص المجتمع، والنص الثاني هي اللي تربي النص الثاني في المجتمع. فلما تقول يعني كلمة دائما تحاول إنه تسوي جهدها تسوي بأحسن طريقة يعني. وإن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع، وإن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين، والسنة الجديدة إن شاء الله يكون سنة خير وبركة علينا جميعا إن شاء الله.